بصلايه كبيره وجزريه كبيره وهبشرهم مع بعض. وبعد البصلايه والجزريه ما تبشر هقلبهم على التونه، واحط عليهم معلقتين مايونيز ومعلقه صغيره كمون وشويه شطه ودي اختياري، وحطيت معلقتين صغيرين خل بس للاسف اتحذفوا بالغلط من الفيديو. وهقلب كل المكونات مع بعضها كويس. التونه دايما بحب اعملها في العيش اللبناني. الاول هفرش عليه الخس، وهحط عليه كميه من التونه تناسب حجم الرغيف. في الرغيف اهو، وهطبق جنب واحد منه بس زي ما انتم شايفين كده، وهضغط على الرغيف كويس وانا بلفه علشان يبقى متماسك وما يفتحش مني. وهلف الساندوتش في ورق ساندوتشات بس هطبقه من ناحيه واحده الورق لان الساندوتش مش كبير فمش هقسمه نصين. ودايما بقدم مع ساندوتشات التونه وبطاطس محمره. ولو جربت التونه بالطريقه دي، بصلايه كبيره وجزريه كبيره وهبشرهم مع بعض. وبعد البصلايه والجزريه ما تبشر هقلبهم على التونه، واحط عليهم معلقتين مايونيز ومعلقه صغيره كمون وشويه شطه ودي اختياري، وحطيت معلقتين صغيرين خل بس للاسف اتحذفوا بالغلط من الفيديو. وهقلب كل المكونات مع بعضها كويس. التونه دايما بحب اعملها في العيش اللبناني. الاول هفرش عليه الخس، وهحط عليه كميه من التونه تناسب حجم الرغيف. في الرغيف اهو، وهطبق جنب واحد منه بس زي ما انتم شايفين كده، وهضغط على الرغيف كويس وانا بلفه علشان يبقى متماسك وما يفتحش مني. وهلف الساندوتش في ورق ساندوتشات بس هطبقه من ناحيه واحده الورق لان الساندوتش مش كبير فمش هقسمه نصين. ودايما بقدم مع ساندوتشات التونه وبطاطس محمره. ولو جربت التونه بالطريقه دي، بصلايه كبيره وجزريه كبيره وهبشرهم مع بعض. وبعد البصلايه والجزريه ما تبشر هقلبهم على التونه، واحط عليهم معلقتين مايونيز ومعلقه صغيره كمون وشويه شطه ودي اختياري، وحطيت معلقتين صغيرين خل بس للاسف اتحذفوا بالغلط من الفيديو. وهقلب كل المكونات مع بعضها كويس. التونه دايما بحب اعملها في العيش اللبناني. الاول هفرش عليه الخس، وهحط عليه كميه من التونه تناسب حجم الرغيف. في الرغيف اهو، وهطبق جنب واحد منه بس زي ما انتم شايفين كده، وهضغط على الرغيف كويس وانا بلفه علشان يبقى متماسك وما يفتحش مني. وهلف الساندوتش في ورق ساندوتشات بس هطبقه من ناحيه واحده الورق لان الساندوتش مش كبير فمش هقسمه نصين. ودايما بقدم مع ساندوتشات التونه وبطاطس محمره. ولو جربت التونه بالطريقه